يبحث الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن مدرب جديد من أجل تولي تدريب المنتخب الأول، وذلك بعد إقالة المدرب دوريفال جونيور مؤخرا بعد الخسارة القاسية ضد الأرجنتين. وذكرت صحيفة جلوبو البرازيلية أن مدرب فريق فنربخشة التركي جوزيه مورينيو ضمن المرشحين لتولي تدريب المنتخب البرازيلي الفترة المقبلة. وأضاف المصدر أن عدة أسماء مرشحة لتدريب السيليساو أبرزها كارلو أنشيلوتي، خورخي جيسويس، وأبيل فيريرا. ويعاني المنتخب البرازيلي منذ سنوات عديدة رغم النجوم الذي يمتلكهم المنتخب. كشف تقرير صحفي إسباني عن تطور جديد فيما يخص مستقبل نجم فريق أتلتيكو مدريد الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان. وذكرت شبكة ريليف الإسبانية أن أتلتيكو مدريد يريد تجديد عقد أنطوان غريزمان لمدة موسم واحد بنفس راتبه الحالي. وينتهي عقد أنطوان غريزمان مع أتلتيكو مدريد في 2026. وأضاف المصدر أن أنطوان غريزمان يريد تجديد عقده بشروط مختلفة، ولذلك فإن وجهات النظر بين الطرفين بعيدة جدا. وأتم المصدر أن رحيل أنطوان غريزمان عن أتلتيكو مدريد أقرب من استمراره.